ماينكرافت هو واحد من انجح افلام العصر الحالي. الفيلم ده هو مش بس قلب عالم السوشيال ميديا على ليفل افلام باربي هايمر، لا ده كمان كان ناجح جدا في البوكس اوفيس لليفل ممكن يخلي فيلم سوبر ماريو يقلق على نفسه. لكن الحاجه اللي بتميز فيلم ماينكرافت واللي خلته فعلا فيلم ناجح هو ان هو قدر يجذب انتباه المشاهدين الصغيرين في السن ده، لان على عكس فيلم سوبر ماريو فالفيلم ده احنا ما نقدرش نقول عليه ان هو فيلم ذكي او ان هو فيلم رائع او ان هو فيلم اي حد من كل الاعمار هيقدر ان هو يستمتع بيه، لكن برضو مش بقول ان هو فيلم وحش وان المشاهدين الكبار في السن ما ينفعش يستمتعوا بيه، ولو اني بصراحه اشك في الموضوع ده. ومع ذلك الفيلم نجح. ليه ده حصل؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم ماينكرافت هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو ليه نجح. اللي اقدر اقوله عن فيلم ماينكرافت وان هو نجح فيه فعلا هو ان هو قدر ان هو يمتع الفئه العمريه الصغيره في السن، الاطفال اللي سنهم ما يتخطاش ال6 سنين. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، في العصر اللي فيه الاطفال ما بيهتموش باي حاجه غير ريل عباره عن 60 ثانيه، ازاي فيلم مدته 90 دقيقه مش بس قدر ان هو يجيبهم السينما، لا ده كمان يخليهم قاعدين مركزين معاه من غير ما يخسرهم لتليفوناتهم؟ الاجابه ان الفيلم بيستخدم تريكس في كتابة السيناريو علشان يرفع من قيمة الترفيه، خدع بتخلي كل دقيقة موجودة في الفيلم عبارة عن سلسلة من الاستمتاع تخلي أي حد حتى المشاهدين الصغيرين اللي عقلهم لسه ما كبرش يفضلوا مركزين معاه ويستمتعوا بيه. كل شخصية فيها حاجة مميزة تخليك تفهمها وتستمتع بيها، كل مشهد فيه حاجة زيادة فوق هدفه السردي الأساسي علشان تشد انتباهك، والقصة بتتحرك بسرعة كبيرة جدا لدرجة إن حتى العيل الصغير اللي عنده 6 سنين مش هيبقى في عنده وقت ان هو يحس بملل. طبعا اللي شاف فيديو ديدبول وولفرين ليه نجح عارف انا هقول ايه دلوقتي، لان الحاجات اللي انا قلتها من شويه دي جايه من كتاب مايكل باي. بمعنى اصح الفيلم ده نقدر نقول عليه ان هو فيلم المايكل باي مش معمول من مايكل باي، مش بس علشان في تشابه كبير ما بين الاكشن سيكونسز اللي موجوده في الفيلم ده واللي بيستخدمها مايكل باي، بل وكمان شخصياته، لا ده في تشابه في اسلوب الكتابه كمان زي ما هقول دلوقتي. فتعالوا نغوص اكتر في عالم فيلم ماينكرافت ونعرف ازاي الفيلم ده قدر ان هو يجذب انتباه الاطفال اللي تحت ال6 سنين. اول خدعه على الفيلم ده استخدمها هو ان كل الشخصيات فيها حاجه مميزه بتخلي من السهل ان انت تفهمهم وتستمتع بيهم. بمعنى اصح الشخصيات اللي في الفيلم ده اكستريم، شخصيات متطرفه. تعالوا نوريك قصدي. ستيف اكستريم في الطريقه اللي بيتصرف بيها، هو مجنون واوفر انيميتد وكل كلمه بيقولها في ليفل صوت فوق ال60 ديسيبل، سواء في اوقات الاكشن او في الفويس اوفر اكسبوزيشن او حتى في نص محادثه عاديه جدا. وعلى الرغم ان دي حاجه ممكن ما تكونش مميزه قوي، لكن الحقيقه هي ان مشاهدتها ممتعه. هو ده اللي جاك بلاك عمله خلال كاريره بالكامل، بل نقدر نقول ان من غيره هو ما كانش هيبقى في عنده كارير اصلا. دي حاجه بالتاكيد مش هتخليه يكسب اوسكار، ولكنها بالتاكيد هتخليك ما تملش وانت قاعد بتتفرج عليه. How he is in movies, in real life, the animated, singing all the time, and doing karate kicks and shit. DJ breakfast had a burger and he keeps walking. I was like, get a burger for. وبما اننا ما ينفعش نعتمد على وجود جاك بلاك بس في الفيلم، فالفيلم كان فيه حاجات تانية اكستريم ولكن برضه من نوع تاني. تعالوا نبص على جاريت على سبيل المثال. قيمته الترفيهيه بالكامل جايه من الايروني. للوهله الاولى يبان ككاركتر عادي لجيسون موموا، شخص كول بيعتبر سيلبرتي عنده شغله وسايق عربيه سباق تخلي اي حد يغير منه. لكن لو تعمقت اكتر هتلاقي ان الحقيقه هي العكس تماما. هو تشايلد ستار لكن محدش مهتم. عنده شغل لكن المحل بتاعه هيتقفل. هو جيسون موموا بيتصرف كأنه فوق الناس كلها، لكن الحقيقة ان هو حزين ووحيد وانسكيور لدرجة تحسسك انه هينهار ويعيط في اي لحظة. هو في امس الحاجة لاهتمام الناس لدرجة انه دخل في منافسة مع ستيف، على الرغم ان ستيف ما اخدش باله ان في منافسة اصلا.
وهو ده اللي جاي منه القيمة الترفيهية للشخصية دي، الايروني ما بين التوقعات والواقع. Could you cover my score and pretend to be my uncle? No way, I don't do that stuff anymore. I have $26. وعلشان اكون واضح، في السخريه مش بتنفع في افلام الاطفال بس، لا دي كمان ممكن تستخدم في الكاركتر كرييشن. رجل سلام ما عندوش اي مشكله ان هو يقتل اي حد علشان السلام. سوبر هيرو متحول خالد بيبيع العربيات علشان يكسب قوت يومه وصاحبه الوحيد هو بني ادم عادي. قاتل محترف بيتصرف كانه اكتر بني ادم لطيف في العالم. الايروني مش بس بتخلي الشخصيات مثيره للاهتمام وممتعه، لا دي كمان بتخليهم مميزين على المستوى الفردي فيعلقوا بسرعه مع المشاهد ويفتكرهم بسهوله. الى جانب اننا لما بنتخطى العيوب اللي موجوده فيها بيبقى فيها عندنا الكاركتر جروث. لكن اهم حاجه الفيلم اعتمد عليها هي الكوير. كل الشخصيات فيها صفات غريبه تخليك تفرق بينهم بطريقه ممتعه. هنري هو تلميذ ذكي مهووس بالابتكار بيبني جيت باك اللي بتفجر تمثال المصنع. صاحبة البيت عندها حديقة حيوان متنقلة في عربيتها. الفيلن هي نتاج ماضي حزين بتتصرف للنهاية كفيلن بطريقة تضحك. مديرة المدرسة هي واحدة ما عندهاش فلتر، هتتكلم عن حياتها الشخصية بعد 5 ثواني ما هتبدأ الكلام معايا. You probably heard that my husband Clemente recently divorced me. You know the fire went out on our marriage 20 years ago. حتى أقل سايد كاركتر في الفيلم عندهم حاجة مميزة، زي المدرس اللي بيواجه مشاكل مالية والجدع بتاع المخازن اللي بيعتبر فان بوي. Hey, that's pretty good. بالتأكيد مفيش أي حاجة من المميزات دي هتخلي أي حد من الممثلين دول ياخد أوسكار، ولكنها بالتأكيد هتخلي الشخصيات تعلق مع المشاهد ويفتكرها بسهولة ويستمتع وهو بيتفرج عليها. وبالنسبة للفيلم عايز يجذب انتباه كل الفئات العمرية منهم الأطفال الصغيرين في السن، فده مفتاح للموضوع ده، لأن الشخصيات لو ما فيهاش أي تطرف فأنت في النهاية هيبقى في عندك شخصية مملة سطحية زي شخصية الأخت. انت ممكن تقول انها المفروض تبقى ايموشنال انكر، لكن ده ما بيغيرش حقيقة انها مش مثيرة للاهتمام نهائي، بل في الغالب هي اول شخصية هتنساها لما هتخلص الفيلم، ده لان مفيش حاجة مميزة فيها تخليك تفتكرها، لكن جايز ده اتغير شوية في النهاية. فلو بتعمل فيلم الهدف منه ان هو يبقى ممتع ويخلي الناس تتكلم عنه، فالاختيار ما بين النوعين دول من الشخصيات بيتهيألي واضح جدا. تاني خدعة استخدمها الفيلم ده هو ان في كل مشهد تقريبا بيبقى فيه حاجة زيادة فوق الناريتيف بيربس علشان ما يبقاش فيه اي ملل. تعالوا نوريكم قصدي. تعالوا نبص على مشهد المدرسة لهنري على سبيل المثال. الهدف السردي من المشهد ده واضح جدا، اننا نبين ان هنري مختلف بسبب قدرته على الابداع وده بيخليه وحيد والناس بتتنمر عليه. الفكرة الاساسية من المشهد واضحة جدا على الورق، لكن على ارض الواقع الفيلم بياخدها لحتة تانية خالص. في البداية الفيلم بيجهز لتمثال المصنع ده وبيخلي هنري يثبت مهارته الابداعيه بان هو يبني جيت باك اللي بتفجر التمثال في الاخر. اللي حصل ده اكتر بكتير من اللي المشهد محتاجه علشان يقول اللي هو عايز يقوله، ولكن نتيجة كده المشهد كان مثير للاهتمام اكتر. الفيلم كان ممكن ياخد سكة الهاي سكول دراما عن طريق الكلام والموسيقى الحزينة، ولكن لا، هو ادالك جهاز مجنون وانفجار في النهاية. وبنفس الطريقة الفيلم بيضيف حاجات على الهدف الاساسي للمشهد علشان يرفع من قيمته الترفيهية ويشد انتباهك. بعض الحاجات دي كانت واضحة زي ايستر ايج او رومانس باندا. قبل ما المشاهدين الصغيرين يزهقوا ويفقدوا التركيز، الفيلم بيعمل حاجه ترجع التركيز ده تاني، زي اغنيه عن الفراخ او فكرة انك تضيف للمشهد اكتر مما هو محتاج مش بس مفيدة في انها تشد انتباه الاطفال الصغيرين، لا دي كمان ممكن تكون مفيدة في انها تخلق استمتاع لاي حد. مايكل باي بنى كاريره بالكامل على الفكرة دي، زي مشهد الوينج سوت اللي في المدينة اللي ما كانش ليه اي لازمة ولكنه عمله لان هو عايز يعمله. على سبيل المثال لما الابطال راحوا القرية علشان يستعدوا لرحلتهم بيهاجمهم جيش الخنازير، واللي في النهاية بياخدنا لسيكونس هروب عن طريق الباراجلايدر، وبدل ما يطيروا خلاص في الهواء في عنصر اضافي اتضاف للمشهد قلبه بالكامل.
ايوه بدل ما الشخصيات تطير وخلاص في نسخه ماينكرافت من المشهد الوينج سوت الخاص بمايكل باي، الفيلم بياخده لحته تانية، بيضيف الاكسترا دايناميك ان ستيف فوق جارلت وطايرين سوا، حاجه مش ضروريه للمشهد علشان يعمل اللي جاي يعمله، ولكن اضافته خلت بقى فيه اكسترا لاير للاستمتاع. That's a good one. لو ما كنتش مستمتع بالطيران في حد ذاته، فانت في عندك الشد والجذب اللي ما بين الاتنين دول علشان تستمتع بيه. اللي عايز اوصل له انك ما ترضاش باقل حاجه ممكن تعملها علشان تقول اللي انت عايز تقوله، لا دايما دور على ايه اللي ممكن تضيفه للمشهد بتاعك، زي طريقه غريبه للمديره علشان تقابل القروي لما تخبطه بعربيتها. God, are you all right? زي خطر اضافي الفخ في المنجم وراه مزرعه كريبر، او حاجات في البوست برودكشن زي النيذرلاند اللي هي تعتبر تعريف للADHD، في حاجات بتطير ونار وخنازير بتتخانق وكل كام ثانيه في حد بيتحول لبيف. This is the greatest thing I have ever seen in my life. وللي ما يعرفش فده حرفيا شغل مايكل باي. لكن بعيدا عن موضوع الADHD ده، الهدف الاساسي هو ان انت تلاقي طريقه ترفع بيها القيمه الترفيهيه للمشهد بتاعك بعيدا عن هدفه الاساسي، سواء عن طريق اكسترا دايناميك او تشالنج او اي حاجه. مفيش اي مشهد بيجمع الابطال مع بعض غير ودايما في منافسه بين ستيف وجاريت. I'm not a little wimp like Big Steve here. مفيش حد هيهتم يسمع حوار عن المشاعر بين الشخصيتين دول، لكن لو بيتكلموا هما بيضربهم في الزومبي فهيبقى من السهل انك تركز معاهم. انت بتعمل اللي انت عايز تعمله، ولكن دلوقتي المشهد مثير للاهتمام شويه. ولما تبقى عايز المشاهدين يفضلوا مركزين مع المشهد بتاعك وما يطلعوش تليفوناتهم، خصوصا المشاهدين اللي سنهم صغير، فهي دي الطريقه اللي تستخدمها. الخدعه الثالثه اللي الفيلم ده استخدمها هو ان الفيلم بيتحرك بسرعه كبيره، وانا هنا ما بتكلمش عن الاكشن سيكونسز زي مشاهد الجلايتر والماين كار، لا انا قصدي الاحساس بالسرعه اللي موجود في كتابه الفيلم. تعالوا نوريك واحد من اهم اسباب سرعه الفيلم انه عارف المشاهدين جايين هنا ليه. بدل ما نبدا في العالم الواقعي بنبدا مع برولوج لستيف بيخلينا نستمتع بعالم ماينكرافت من البدايه، هو ده اللي المشاهدين هنا علشانه، ومع الاطفال بالاخص لو ما اخدوش اللي جايين علشان بسرعه فانتباههم هيتشتت منك. مهما كان الكونسبت بتاعك كول مش هيبقى ليه اي لازمه لو محدش فضل قاعد علشان يتفرج عليه، فلو عندك سبيشال كونسبت نصيحه مني اوصل له بسرعه. وبنفس الطريقه الفيلم كان عارف ازاي يوصل للي هو عايز يوصل له، سواء باستخدام الماجافنز او الاوبجكتيفز الواضحه. حتى واحنا في العالم الحقيقي فالتليبورتر دايما موجود قدامك علشان يقولك اننا هنوصل لهناك. هنري بيقابل جاريت اللي معاه التليبورتر، فهو في الغالب هيستخدمه قريب. الابطال محتاجين يروحوا القريه عشان يستعدوا، وفي المشهد اللي بعده وصلنا للقريه. اتقال لنا اننا محتاجين ان احنا نروح قصر علشان ناخد تليبورتر جديد، وبعدها بنشوف سكيب سين واحد، ايموشنال سين واحد، ماين سين واحد، وبنوصل للقصر. مفيش وقت نضيعه في اي حاجه تانية، كل شيء هو خطوه ناحيه هدف واضح. احنا دايما حاسين اننا بنقرب لحاجه عايزينها، علشان كده ما بنملش او بنفقد الاهتمام. لكن افضل حاجه الفيلم ده عملها واللي بصراحه كانت رائعه جدا هو انه كان بيعمل كذا حاجه في نفس الوقت. مثال سريع على ده سيكونس لما الابطال بيوصلوا لعالم ماينكرافت لاول مره، وهنا احنا في عندنا حاجات كتير محتاجين نعملها. الابطال محتاجين يستكشفوا العالم ويتعلموا قواعده، الليل لازم يجي بالاخطار اللي معاه، وستيف لازم يقابل الابطال. في حاجات كتير محتاجه تقديم واساس لدرجه ان اي سكرين رايتر ممكن ينتحر لو قلت له اكتبها، لان ممكن ببساطه جدا المشهد يطول جدا ويبقى مجرد كلام وخلاص. والعبقريه في الفيلم ده بقى ان هو عمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. الليل دخل اول ما وصلوا تقريبا، وده معناه ان الابطال دلوقتي بيقابلوا المونسترز اللي الناس كلها بتحبهم وبيهربوا منهم، وده معناه ان الابطال محتاجين يستكشفوا العالم ويتعرفوا على قواعده كطريقه للنجاه. ولما الوحوش كانت خلاص هتتمكن من الابطال، ستيف بيظهر علشان ينقذهم.
اللي المفروض يبقى 15 دقيقة من التأسيس تحسه انه 15 ثانية. حاجة معمولة كويس، مفيش اي حد من اي سن هيبقى عنده وقت يحس بملل. ودي حاجة الفيلم ده كان رائع فيها بصراحة. في حاجات ملهاش لازمة لكن في الغالب لما بتقابل حاجة وتحس ان ملهاش اي لازمة بيبقى ليها استخدام تاني بعدين. ستيف بيلعب مع الكلب بتاعه في البداية، وهي دي نفس الطريقة اللي بيهزم بيها البتاع الغريب اللي سايق الفرخة ده. الفيميل هيروز ماشيين بيتكلموا عن مشاعرهم، وفي نفس اللحظة بيلاقوا الكلب بتاع ستيف. هنري بيتخطى عقبات في القصر علشان ياخد التليبورتر علشان يواجه اندرمان وياخد اورب هيستخدمه بعد كده. عندنا بيت مليان حاجات كول من عالم ماينكرافت، لكن معظمها هتبقى حاجات مهمة هنستخدمها في هزيمة الشرير. من الاخر كده الفيلم بيكافئ التركيز معاه. جاريد بيقدم جردل في المشهد اللي بعده بيستخدمه كسلاح، الى جانب انه بيقدم كونسبت الجردل اللي ستيف هيستخدمه علشان ينقذهم بعد كده. الفيلم بيكافئك على التركيز معاه، وهو ده تعريف الفيلم السريع. الفيلم السريع مش هو الفيلم اللي الناس بتتحرك فيه بسرعة، الفيلم السريع هو الفيلم اللي كل ثانية فيه مهمة. باك تو ذا فيوتشر هو أسرع فيلم في تاريخ السينما لأن كل لحظة ليها هدف، مفيش أي وقت ضايع، كل حاجة هي سيت اب لبي اوف هيجي بعدين، وهو ده السر علشان تخلي فيلمك سريع. اوصل للكونسبت بتاعك بسرعة، اعمل حاجات كتير في نفس الوقت، وتأكد ان كل ثانية ليها لازمة. لو عملت كده في فيلم ماينكرافت بيثبت ان حتى الاطفال اللي تحت سن 6 سنين هيفضلوا مركزين معاك. وهو ده فيلم ماينكرافت، فيلم اطفالك هيستمتعوا وهم قاعدين بيتفرجوا عليه، وانت مش هتزهق لان هم هيجبروك تتفرج عليه معاهم. وبصراحة النجاح المتواصل للاعمال المقتبسة عن فيديو جيمز مخليني حاسس بامل كبير في الجانرا دي قدام. عموما لو عايزني اتكلم عن فيلم تاني يبقى اكتب لي اسمه تحت في الكومنتات، ولو بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه في منه كتير قوي على القناه، في حاجات ثانيه محتوى تاني ممكن تتفرج عليها برضه، وانت هناك بالمره بقى اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش تبقى تاخد بالك من النصايح دي علشان فيلمك حتى الاطفال اللي تحت سن 6 سنين يقدروا يستمتعوا.